بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الفيو ده واللي انتوا شايفينه ده يبقى انا في البلد بحب لما اجي البلد اصور من الارض. يعني شايف المنظر في احلى من كده؟ بالله عليك في احلى من كده؟ لا تقول لي القاهرة بقى، مع احترامنا للقاهرة ودوشة القاهرة وضوضاء القاهرة ولا حاجة. البلد حاجة تانية، على رأي مدحت شلبي، حاجة تانية خالص. طيب، صلي على حبيبك محمد، اعمل اللايك، عايزين نوصل بالفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، شير في كل مكان، مشاهدينا الكرام المحترمين، وصلي على حبيبك محمد. واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، ده فضلا ليس أمرا، فضلا وتكرما من حضراتكم وليس أمرا. طيب، نادي الزمالك والنادي الأهلي، نادي الزمالك والنادي الأهلي، دنيا رايحة لفين؟ الأهلي دنيا تمام، استقرار، هدوء، فرحة بيعيشوها من ساعة التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك. لكن في الزمالك أحزان وغضب في بين أوساط الجمهور، وليه حق طبعا، ومشاكل، لعيبة هتفسخ عقودها، لعيبة هتمشي، لعيبة مش عارف ايه، يعني اهو مشاكل وأزمات. والإعلام الرياضي كله، يعني مهيب عبد الهادي، سيف زاهر، مدحت شلبي، إبراهيم فايق، إبراهيم عبد الجواد، ميدو، كل الناس دي بتتكلم عن الكلام اللي أنا بقوله ده. مش أنا بس اللي بغرد منفردا يعني بقول الكلام ده، كل الناس بتقول الكلام ده وراصدة الكلام ده. فزي ما بقول لك، الدنيا في الزمالك سداح مداح، في انباء، ركز بقى مش هطول عليك في الفيديو. في انباء بتقول ان وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي في قرار هيخرج او هيطلع بحل او اقاله مجلس الزمالك، اجبارهم بقى على الاستقاله، على الاقاله، حل، خدها زي ما تاخدها او سميها زي ما تسميها. في كلام ان هيتم حل مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب الموجود ده، وتعيين لجنه، تعيين لجنة لتسيير أعمال النادي في الساعات القادمة. القرار ده هيخرج، وهتيجي لجنة تدير نادي الزمالك 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، وبعد كده هيتم الدعوة لانتخابات على مجلس إدارة الزمالك. ده أنباء قوية جدا ومعلومات قوية جدا بتقول الكلام ده، وبتتسرب خلال الساعات الماضية، إن الناس دي خلاص اتقرا فتحتهم، اتقرا فتحة مجلس حسين لبيب، كفاية عليهم السنتين وثلاث أربع شهور اللي هم قعدوهم. فدي انباء، هل هيحصل الكلام ده؟ هل هنلاقي غير الكلام ده؟ في الساعات اللي جايه هتظهر كل الحقائق دي. طيب، ده بالنسبه لموضوع حل مجلس الزمالك. طيب، في لعيبه هتمشي من الزمالك، في لعيبه الاهلي راصدها وهيخطفها من الزمالك، اكلمك جد. الاهلي بيتنشأ على حسام عبد المجيد، ومحمد السيد كده كده رايح الاهلي مجانا، يعني مش هيدفع له ولا مليم لنادي الزمالك. ليه؟ عقده خلص، وزي ما انتم عارفين رفض التجديد، وقعد مع جون ادوارد كذا مره ورفض التجديد للزمالك. نتكلم على مين؟ على حسام، محمد السيد وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد ايضا رفض التجديد. فهذا الثنائي، يعني خدها مني بال زي ما بقول لك، في الاهلي هذا الثنائي. كمان النادي الاهلي رايح لصفقه تبادليه مع بيراميدز، وانا قلت لك ان الاهلي مركز في 3 من بيراميدز: شيبي، محمد حمدي، فيستون مايلي. ادي ال3 اللي الاهلي عايزهم من بيراميدز ومحتاجهم من بيراميدز. خد بالك، الاهلي لما بيحط دماغه في لاعب، ودي من زمان على مر تاريخ الاهلي،
لما بيركز مع لاعب بيجيبه. نقول تاني. الاهلي لما بيركز مع لاعب بيجيبه، يقعد شهر، يقعد سنة، يقعد سنتين، المهم في النهاية بيجيبه. وده حصل مع زيزو، وحصل مع امام عاشور، وحصل مع كهربا، وحصل مع اكتر من لاعب قبل كده. ممكن يطول شوية. محمد علي بن رمضان ده الاهلي فضل يفاوضه يطلع 3 ميركاتو ولا 4، وفي الاخر جاب محمد علي بن رمضان. فالاهلي حاطط عينه على 3 من بيراميدز زي ما قلت لك، هم ابراهيم مايلي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي، وحاطط عينه على 4 من الزمالك. ممكن يجي 2 في يناير و2 نهاية السنة، وارد. مين ال4؟ محمد السيد، حسام عبد المجيد، فتوح، ومحمد شحاتة. بقولها لك اهو على بلاط. طيب الاهلي هيكتفي كده بالصفقات دي؟ لا، لسه عمرو الجزار، لسه محمد عبد المنعم. وهنا هيتدخل ياسين منصور، الملياردير الاهلاوي صاحب شركات منصور والمعروف جدا في مصر والعالم كله، ياسين منصور. وهنا هيتدخل بفلوسه. فمحمد عبد المنعم وعمرو الجزار، في يحيى زكريا، في الزهواني لاعب المغرب اللي تحت السن، اللي كان مع منتخب المغرب اللي خد كاس العالم للناشئين تحت 20 سنة. فلا، الاهلي رايح لصفقات مدوية، ففي ارتياح في النادي الاهلي. الماتش الاولاني للنادي الاهلي القادم هيكون امام في دوري ابطال افريقيا، يوم 22 تقريبا او يوم 23 حاجه زي كده. والزمالك برضو نفس القصه، هيلعب في التوقيت ده. طبعا في اجنده دوليه وفي توقف دولي، في دوره وديه في الامارات للمنتخب حسام حسن، اللي مع حسام حسن المنتخب الكبير، وفي المنتخب التاني اللي مع الكابتن حلمي طولان. ففي توقف. فالتوقيت ده توقيت الصفقات اللي الاهلي بيطبخها على نار هادئه. توقيت ايه؟ الصفقات. التوقيت ده توقيت تجديد اللعيبه اللي عايزه تجدد. في الاهلي في عبد القادر، في حسين الشحات، في اللهم صل على النبي، في كمان اليو ديانج، وفي انفراجه. ركز معايا الدقيقه دي، في انفراجه في موضوع ديانج اللي كان مصمم على رقم مش عايز يتنازل عنه زي بيراميدز. لكن ديانج بدأت في انفراجه تحصل، في معلومات طالعه بكده من النادي الاهلي، وان ممكن ديانج يجدد، ومرحب بالتجديد للنادي الاهلي وقلل الفلوس. طبعا الاهلي كان عرض 1,100,000 دولار، فالاهلي ممكن يوصلهم 1,500,000 ويتم الابقاء على ديانج. وانا ارى ان ده الصح. السلام عليكم.